سلطات الاحتلال بتواصل حملاتها في هدم المنازل الفلسطينية، سواء في مناطق جيم أو منازل المتهمين بتنفيذ عمليات قتل لمستوطنين. عمليات الهدم تصاعدت مؤخرا مع اقتراب فصل الشتاء. آخر التقارير الحقوقية بتحكي بأنه وتيرة الهدم خلال العام الجاري أكثر مما هدمته إسرائيل في أي سنة في السنوات ال15 الأخيرة. إلى العناوين. الاحتلال بيخطر 4 منازل بهدمها في بيت كاحل شمال الخليل. مع اقتراب الأعياد اليهودية، إسحاق قفيشي مقعد بيدفع ضريبة الأعياد اليهودية بمناطق الخليل المغلقة. صادق قنيبي صاحب أقدم محمص قهوة في الخليل. العقاب الجماعي سياسي بتتبعها الحكومة الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني. 4 بيوت في بيت كاحل بسكن فيها 56 مواطن، بتعود ل4 أسرى وعائلاتهم تم إخطارها بالهدم، والتنفيذ ممكن يكون في أي لحظة. رن علينا مكتب الشكاوي بيحكي لنا انه رنوا علينا من قبل الحكومة الإسرائيلية، وتم تبليغنا انه رح يتم هدم ان شاء الله خلال 48 ساعة الجايين. كان في محكمة رفع أول ادعاء للجيش والجيش رفض، بعدين رفعوا الادعاء الثاني للمحكمة العليا الإسرائيلية وطلعوا بالقرار الهدم. بالنسبة للبيت كنا ساكنين أنا وزوجي وأولادي. هسا عندي ولدين كبار وعندي بنت، يعني 3 أولاد وأنا. بالنسبة للبيت فضيناه والحمد لله. هسا أنا حاليا ساكنة يعني بدار عمي، يعني فضينا غرفة وحاليا قاعدة فيها أنا وأولادي. قدمنا لمكتب الشكاوي وقدمنا لمؤسسات ثانية، فإنه تم استئناف الحكم وتم الرفض مرة ومرتين وثلاث، فكان إنه قرار صارم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية إنه خلص في هدم في هدم. احنا بنقول الحمد لله، طبعا احنا صابرين، وهذا وضع الشعب الفلسطيني كله. يعني فيش بيت من الشعب الفلسطيني إلا يا هدم يا اعتقال يا شهيد. إن شاء الله راح نبني إن شاء الله، إذا فيش مصادرة للبيت. خلال الأعياد اليهودية الاحتلال بيغلق المداخل في اتش 2 المؤدية لمناطق الخليل. إغلاقات بتأثر على المواطنين الساكنين في هاي المناطق وبتعيق حركتهم. إسحاق قفيشي مقعد بيعاني من هاي الإغلاقات، بيروي تفاصيل معاناته من خلال هذا التقرير. بيتي يعني بعد هاي بحوالي 50 متر، بعد الحاجز هذا 50 متر، ودكاني تحت البيت. اليوم بحجة الأعياد اليهودية إنه بغلقوا المحل التجاري تبعنا، وإذا بدي أضل في البيت بدي أضل يعني محجوز في البيت. يعني إذا بدي أدخل على البيت لازم أفر من هون على ثلثين الخليل لما أصل للحاجز أبو الريش التحتاني حتى أقدر أدخل، لأنه هذا بيفتحوهش من مرة. أول إشي بدك تكون يعني بدك تلزم البيت وتضل قاعد في بيتك، لأنه في خطورة إنك لو بدك تطلع من البيت. الخطورة بتكمن إنه لو بدك تروح على شغلك ما فيش، يعني على الشارع بمنعوك إنك تنزل. في حالة إنه إذا بدك تنزل من الدار على الشارع، هلأ بيكون مستوطنين كتير فبيستفردوا فيك. إنه يزهقوا السكان ويزهقوا أصحاب المحلات، وإنهم يدوروا على بديل إنهم يرحلوا عن المنطقة هذه. لكن بنقول لهم إحنا مش رايحين نرحل، وإحنا صامدين يعني في المنطقة.
بنوجه لهم كلمة إنه بس يعزز صمودنا. صادق غنيبي بيملك أقدم محمص في الخليل. عبر سنوات ماضية دخلت قهوته معظم المنازل الفلسطينية وجرى تصديرها كمان لعدة دول. تابعوا معنا قصته. أسس القهوة رحمة الوالد الحاج حماري سنة 1930 لأنه رأى إنه ما فيش يعني حدا فاتح قهوة، فيش حدا أسس قهوة، فهو أجى على باله، خطر على باله إنه هو اللي أسس القهوة. تنوضع بالمحمص، عندنا محمص أوتوماتيك سعته 250 كيلو، تتحمص بعدين تنزل في غرفة، تتبرد، تتنظف من القشر. هذه المرحلة الأولى طبعا التحميص. بعدين طبعا تنزل على مطاحن حديثة، برضو مطاحن على الكهرباء حديثة، تنطحن، وبعد ما تنطحن تتعبى للتسوق. كان الشغل على الحطب شاق أكثر ويحتاج إلى خبرة وجودة أكثر. وحاليا يكون على الكهرباء أيسر، أيسر وأسهل. يعني إنه بدهم يحافظوا على تراث آبائهم وأجدادهم، لأنه يعني تستعمل للضيافة وتستعمل للمصالحة في الخصومات وفي المشاكل، فهي بترضي الطرفين عندما يشربوها، ويعني كرمز على أنه انتهى الخلاف بشرب القهوة. الناس بدوروا على الجودة، بدوروا على الشيء اللي يستمتعوا فيه واللي ينبسطوا فيه. فكل ما كانت القهوة أجود، كل ما كان إقبال الناس عليها أكثر. إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من فلسطيني. بنتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، وما تنسوا تدعمونا بلايك وشير وكومنت. يعطيكم العافية.